أنا علاقتي مهددة بصاحب عمري بسبب الطلب الغريب اللي عمري ما كنت أتوقع إنه يطلبه مني. واحد بعت مشكلته للصفحة بيقول فيها: أنا وصاحب عمري ما كناش بنسيب بعض، وكنا مع بعض على الحلوة والمرة. عاشرنا بعض لأننا جيران، وكنا تقريبا عايشين يومنا كله مع بعض، بناكل وبنشرب وبنخرج مع بعض، وكل أسراره معايا وكل أسراري معاه. وفي يوم من الأيام صاحبي ده لقيته بيناديني وبيقول لي: أنا هطلب منك طلب بس هو غريب شوية، بس حاول تفهمه. قلت له: إيه؟ قول، أنا تحت أمرك. قال لي: انا طالب منك انك تتجوز اختي وتقعد معاها 3 شهور بس. 3 شهور بس في قلب الشقة بتاعتي ومحدش هيعرف اي حاجة. استغربت لطلبه طبعا، قلت له: انت بتقول ايه؟ يعني ايه اتجوز اختك 3 شهور بس؟ فهمني الموضوع اكتر من كده. لقيته بيفاجئني وبيقول لي وبيحكي لي قصة اخته. بيقول لي: اختي اتعرفت على واحد عن طريق الفيسبوك، ومن خلال الفيسبوك قابلوا بعض وبدأوا يخرجوا ويروحوا يقعدوا في كافيهات وياكلوا ويتغدوا ويتفسحوا مع بعض. وبعد كده العلاقة اتطورت، وهو وعدها بالجواز، وعلى أساس إن هو وعدها بالجواز كان بيقابلها في شقة واحد صاحبه. طبعا اتقابلوا كتير واقاموا علاقة مع بعض، والعلاقة اتطورت لدرجة انها في الاخر حملت منه. بعد ما حملت منه وجت تقول له انها حامل وانه لازم يجي يتقدم لاهلها ويتجوزها، اول رد عمله قفل كل حساباته على الفيسبوك وقطع علاقته بيها وغير شريحة التليفون وما عرفتش توصل ليه. واتفاجئنا في يوم انها قاعده لوحدها في الاوضه منعزله عنا، وكان شكلها تعبان جدا وكانت بترجع. ولما ضغطنا عليها وحاولنا نفهم ايه اللي حصل بالظبط وهي رفضت، اضطرينا ان احنا نوديها غصب عنها للدكتور، وهناك الدكتور فاجئنا انها حامل. اول ما عرفنا كده طبعا البيت كله معرفش يعمل ايه غير ان هو مسكها قعد يضرب فيها ونعذب فيها، وحاولنا نجهض الحمل ده اكتر من مره، بس للاسف ما عرفناش، بامر الله نفذ واستمر الحمل. وهنا انا معرفتش اعمل ايه. فكرت كتير ان انا اموتها، بس قلت ده مش حل، انا كده هروح في داهيه وبرضه هنتفضح قدام الناس. وما كانش قدامي الا حل واحد بس، ان انا الجا ليك بما انك صاحب عمري واطلب منك الطلب ده. وبالتاكيد انا لو طلبته انت مش هتقولي حاجه، والجواز هيبقى في السر، لا اهلك ولا اي حد من الناس هيعرف اي حاجه عن الجواز ده. طبعا انا اتفاجئت منه ومش عارفه ارد عليه اقول له ايه. فجيت قلت له: طب انا ازاي اتجوزها واهلي لو عرفوا هتحصل مشكله كبيره ان انا اتجوزت من وراهم، الموقف اكبر مني وتقريبا انا مش هقدر عليه. قعد يقنعني ويقول لي: صدقني انت صاحبي وانت ستر وغطى عليا وده شرفي، وانا لازم استر على شرفي قدام الناس، واختي كمان كام شهر بطنها هتبان وهتبقى كارثه وفضيحه قدام الناس، وانا مش عارف اعمل ايه. فما قداميش الا انت توافق على الموضوع ده، لان انا عارف ان انت هتبقى ستر وغطى علينا، مش هتجيب سيرتنا ولا هتقول حاجه بعد كده. صاحب المشكله بيقول: انا مش عارف اعمل ايه، انا قعدت افكر كتير وحاسس ان الموضوع اكبر مني ومش عارف اخد قرار. ارجوكوا حد يقول لي انا اعمل ايه واخد قرار ازاي، لان اهلي لو عرفوا بموضوع الجواز وان انا اتجوزت من وراهم هتحصل مصيبه وهتحصل كارثه. انا اول حاجه عايزه اقولها لك، بس عشان انت قاعد بتقول صاحب عمرك، اي صحوبيه بتتكلم عنها، يعني اي صحوبيه انت بتقول صاحب عمري فلازم استر على اخته. في مثل بيقول او في جمله بتقول: من افسد شيء فعليه باصلاحه. انت لا فسدت شيء ولا عليك ان انت تصلحه، بغض النظر عن ستر مؤمنة دي حاجة، واللي صاحبك بيطلبه منك دي حاجة تانية. احنا صحوبية على عيني وعلى راسي وانت صاحب عمره، بس في حدود. يعني انت دلوقتي علشان تقف معاه المفروض تقف معاه، تروح تشوف المجرم اللي عمل كده وتحاولوا تجيبوه بأي طريقة، تساعدوا ان انتوا تفكروا هتعدوا الموقف ده ازاي، بس من غير ما تتجوزها. بما ان هو صاحبك ليه عندك انك تقف جنبه في الموضوع ده وتحاول توصل للي عمل كده، وتحاول تخليه يجي يصلح الموضوع اللي هو كان سبب اساسي فيه. وغير كده ما تقدرش تعمل اللي هو بيقولك عليه لاسباب كتيرة جدا. اول سبب ان الجواز غير شرعي لانها حامل. هتروح تقول ايه للمأذون؟ هتقول لها سايب ولا هتقول له البكر الرشيد؟ ما ينفعش. تاني حاجة ودي الاهم، هو بيقولك تتجوزها جواز مدة 3 شهور، يعني انت كده جواز المدة يعتبر جواز متعة، وده في حكم الزنا وده حرام شرعي. تالت حاجة ودي الأهم، نسب الطفل حرام شرعا ان هو يتنسب ليك، وده ليه كذا شق وليه كلام كتير. طبعا هتقولي احنا اتفقنا ان انا اتجوزها وبعد كده اطلقها وماليش دعوة بنسب الطفل خالص.
انسى ده. هو صاحبك على عيني وعلى راسي، بس هيجي في يوم من الايام هيقف ضدك ويقول لك والله انا ماليش دعوه، انا كتبته باسمك، اثبت ان انا مش انا. هتروح تثبت، تقف في المحكمه علشان ترفع قضيه انكار نسب وتحليل DNA وموضوع كبير، ودخلت نفسك في متاهات. ولو فكرت في يوم من الايام انك تتجوز، حتى لو انت طلقتها، ايش دراك انها ما تروحش للست اللي انت هتتجوزها ولا اهل العروسه اللي انت هتتجوزها وتقول فيك ان انت طلقتها ورميتها هي وابنها اللي هو ابنك في الاخر. الموضوع كبير جدا وفي اختلاط انساب، وشكلك الاجتماعي هيبقى وحش جدا وهتاخد سمعه سيئه جدا. مفيش حاجه اسمها صاحبي ولا صاحب عمري اخاف على زعله، لا خليه يزعل بما انه بيطلب طلب فوق طاقتك، فخليه يزعل. مفيش حاجه اسمها ان انا اروح استر اخته علشان خاطر هي حامل، دي كارثه في حد ذاتها وليها توابع كتير جدا انت مش قادر تلمسها دلوقتي، بس هتشوفها بعد كده. فده الحل اللي انا بقوله لك، فحاول تفكر فيه قدر الامكان، ما تاخدكش العواطف، لان العواطف دي اخرها في المحاكم. يعني ممكن تبقى هو صعبان عليك وهي صعبانه عليك، وفي الاخر تلاقي نفسك في محكمه الاسره بترفع كذا قضيه ورا بعض علشان تثبت ان انت مش انت، ان انت مش ابو الطفل، مش انت صاحب المشكله. فالمفروض الحاجه اللي هتعملها الاساسي انك تساعده على عيني وراسي، بس ان هو يقدر يشوف الراجل اللي عمل كده او الشاب اللي عمل كده ويجيبه. مفيش حاجه اسمها قفل موبايلاته وقفل الاكونتات بتاعته والحسابات بتاعته من على الفيسبوك. يعني ايه؟ هي مش كانت بتقابله في شقه؟ هي مش كانت بتشوفه؟ مش الشقه دي حتى بتاعت واحد صاحبه؟ يروحوا يتتبع ويشوف وانت تساعده في ده لغايه ما توصلوا ليه وتاخدوا حقها. هو ده اللي تقدر تعمله، غير كده ما انصحكش تعمل حاجه. وده رأيي طبعا، انا هسيب الرأي للمتابعين في الكومنتات وتقدر تعرف منها ايه الرأي الاصلح علشان تقدر تاخد قرار في موضوع. دي كانت حكايتنا النهاردة، خليكم معايا في حكاية جديدة من حكاوي هناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.